يبارك فيك. الألبوم اسمه رشحيني، عنوانه رشحيني، وهو الأغنية ذاتها من كلمات هواري النعيم ومن ألحان الشاب الجميل طارق خيري، ومعها عدد من الأغنيات فيها أخلصوا وحبوا وتغيرت ومعطونا عسل. فيها عدد من الأغنيات من كلمات مدني النخلي، الأستاذ مدني النخلي، له تحية من هنا. ونحيي كمان هواري. حقيقة هواري يعني الأغنية جات معاه زي ما بيقولوا بالخير كده، رزق بمولود مع إنتاج الأغنية. هنيه من هنا نقول ألف مبروك المولود أحمد. نعم. وهواري النعيم ومدني النخلي وطارق خيري في الألحان، عدد من الشعراء. نعم. يعني برنامج نجوم الغد هو ممكن يكون نافذة بدي بداية الطريق، أكيد أدى بداية الطريق دي وضح. وبالتالي الحاجات بتيجي بعد ذاك متسلسلة. ناسي أنت عندك ألبوم تقريبا، بعد ذاك برضه في حاجات يا ريت احنا نتعرف عليها وضح، ولا خليها أنت للصدفة زي ما تجي؟ لا ما نخليها للصدفة. أنا طولت ذاتي، يعني أخذت فترة طويلة عشان أبدأ أعمل خطوات. وقفت فترة طويلة وأنا يعني بلوم نفسي، يعني ما بلوم زول، يعني اساسا الغلط غلط. يعني المفروض الزول طوالي يلقى فرصه زي دي اعلاميه اعتبرها خطوه اولى، مش اعتبرها نجاح. تاخرت ليه طيب؟ عشان انا كنت قايل يعني نجوم الغد خلاص يعني كده هي انتهت خلاص. لا مش يعني تعتبر انها وصلتك، لكن هي في الحقيقه هي خطوه اولى. المشوار الفني ما بينتهي، يعني انت تمشي وتقدم ودائما تعتبر نفسك بادي يا دوب. ده سر النجاح. جميل. طيب الألبوم هو ألبوم إلكتروني صح؟ أكيد. متوفر في الفيسبوك وفي الوسائط الإلكترونية. فادتك يا درجة طيب الوسائط الإلكترونية يعني؟ إيه كثير طبعا. هسه بقت يعني متملكة في أي حاجة الوسائط الإلكترونية. كل شيء بقى عن طريق الوسائط الإلكترونية. نعم. طيب نسمع رشحيني. أوكي تفضل. رشحيني أكون رفيق لكل خطوة وكل طريق. رشحيني أكون رفيق لكل خطوة وكل طريق، وشوفي كيف سكتنا تبقى ما ممكن تضيق، ما ممكن تضيق. رشحيني أكون رفيقي في طريق مليان محنة. رشحيني أكون رفيقي في طريق مليان محنة، وننسى ننسى هم أيامنا كله، بكرة يتحقق أملنا. باقي بتحدى المصايب، من حنانك أبني جنة. باقي بتحدى المصايب، من حنانك أبني جنة. فيها تتفتح أزال، فيها يتجمع شملنا. رشحيني
صدقيني عيوني صادقة أدعي الله أكون نصيبك صدقيني عيوني صادقة أدعي الله أكون نصيبك رمي فكرة رمزي زهرة لو رحلت الشوق بجيبك أبقى شمعة ضوي دربي وأبقى فرحة على قلبك أبقى فرحة على قلبي رشحيه ويكون معاك رشحيه ويكون حبيبي رشحيه حلوة رشحيني، حتى الهناية كده يعني ملفتة. الكلام بيختارك ولا انت بتختاره؟ والله يا أخي يعني هي فكرة متبادلة. يعني هواري قال إنه شاف الانتخابات وشاف هي الفكرة ياتا يوم الانتخابات بالمناسبة. اللي رشحيني زي أيوة شاف البوسترات كده في الشوارع، فخطرت الفكرة إنه ليه ما يكون الترشيح لقلب المحبوبة، يعني هي تختاره من نص الناس من كده. نعم. هواري مفردته طبعا متميزة، دائما بيختار الحياة المختلفة والبسيطة اللي بتصل للمستمع. جميل. تمام. طيب يعني اثناء ما قدموا لك الكلمات والالحان زي ما ذكرت نجود، هي بتختارك ولا انت بتختارها؟ على اي اساس انت بتختار الحان والاغنيات عموما يعني؟ والله على حسب احساسي، يعني حاجة في حياتي انت بتحسها في حياة ما بتحسها. نعم. بس بالضبط كده. احنا غاية بنتمنى لك التوفيق، حابين انه كنا نقعد معاك بصورة اكثر انا وانت وفاطمة ومشاهدينا، لكن حننتقل لزميلة اسماء ومساء البيئة. مساء الخير. طيب حنسمع اغنية جدا، نسمع اغنية منك بعدك ننتقل. اوكي. هنسمع شنو؟ نسمع اغنية الزفة العراس وبهديها كل العرسان. نعم. سموا صلوا على الرسول على النبي 14 البدور ما بالنبي العروس حالاته يا ناس فايته لي صحباته يا ناس فايته لي صحباته يا ناس سمحه وشوكولاته يا ناس على النبي العريس نزينة يا ناس زي ما لقينا يا ناس زي ما لقينا يا ناس ما بيقول شينا يا ناس على النبي صلوا على الرسول على النبي 14 البدور على النبي العروس أمورة يا ناس الأصل ماسورة يا ناس الأصل ماسورة يا ناس رقصوا الدكتورة يا ناس على النبي صلوا على الرسول على النبي 14 البدور على النبي أطلقوا البخور أضحوا له التور أضحوا له التور غنوا للدكتور وصلوا على النبي صلوا على الرسول على النبي 14 البدور عريسنا هيبة يا ناس الخصال طيبة يا ناس الخصال طيبة يا ناس عداه العيبة يا ناس على النبي صلوا على الرسول على النبي 14 البدور على النبي العروس جميلة يا ناس سمحة بيت قبيلة يا ناس سمحة بيت قبيلة يا ناس غنوا بالعديلة يا ناس على النبي
شكرا. شكرا لك يا وضاح. وحقيقة اللحن والكلمات ذاتها جميلة والإيقاع مختلف، صح؟ صحيح. احنا هننتقل لأسماء